ايه الموضوع يا كابتن سامي؟ قال لك ببساطه ايام الكابتن صالح سليم جابوا لاعب اسمه جورج الحسن، فنما مفيش حاجه بتستخبى الى علم الكابتن الخطيب ان جورج الحسن ده بياخد فلوس اكتر من الكابتن الخطيب. فالكابتن الخطيب مع زيزو وفقا للكلام ده قال انا هعتزل مش هلعب، وهو كان وقتها كان نجم كبير طبعا، نجم كوره كبير يعني. انا مش هلعب في محاوله للضغط طبعا علشان ياخد زيه زي جورج الحسن. الكابتن صالح طبعا هو رجل المبادئ والحكايه والروايه رفض الكلام ده كله ايه وبقي ومقي، وفي الاخر الكابتن الخطيب كمل وفقا لكلام الكابتن زيزو ان مستواه قل شويه. طيب بالتالي وفقا للكلام ده انت يا كابتن بيبو مريت بنفس الاحساس ده. وعلى فكره باي ذا واي الكابتن خطيب عنده حق انه ما يجيش واحد عشان هو جاي من بره افريقي او حتى مصري وياخد اكتر منه وهو اللي شايل الفرقه وهو نجم الفرقه باي ذا واي يعني. وبالتالي انت مريت يا كابتن بيبو بنفس الاحساس. طب النهارده لما امام او اي لاعب امام عاشور بقى اسمه ايه التاني مروان عطيه حسين الشحات رامي اللي مشي اكرم اللي مشي كل دول كوكا الصغير ما هو اتأزموا نفسيا يا كابتن، وانت مريت بنفس الموضوع وهددت بالاعتزال وفقا للجريده. كان لازم تاخد بالك، كان لازم تاخد بالك، كان لازم تاخد بالك، لان انا في رايي هذه هي الطامه الكبرى اللي عملت فورتينا في غرفه ملابس النادي الاهلي، والنادي الاهلي ظهر بهذا المظهر. هذا هو الامر. انا مش هطول عن كده، لكن انا بقول لا يجب ان تلهينا مباراه كسبت نادي الزمالك مش عارف ايه كسبت ايه وايه ايه عن هذه الامور. هذه امور تخص الجمعيه العموميه. وبالتالي عشان انهي كلامي بجمله بسيطه جدا، هذه الاموال التي انفقت واهدرت وفقا للارقام من جيب اشخاص ولا من جيب النادي الاهلي؟ هذا هو السؤال المطروح.